يا مساء الفل، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا تقريبا كده انا اخر حد هينزل زينة رمضان، بس معلش بقى اتأخرت شوية. بصوا كده، انا عامله لكم فيديو سريع جدا، يعني مصورتش تفاصيل. انا بس وريتكم كده الحاجات البسيطة اللي انا طلعتها. طبعا كلكم عارفين ان انا كل سنة بطلع الحاجات اللي انا بزين بيها يعني بتاعة رمضان، وفي الاخر في اخر الشهر بشيلها بلمها كويس جدا وبشيلها لتاني سنة او للسنة اللي بعدها يعني. فكل سنة كده باجيب حاجات بسيطة على الحاجات القديمة اللي كانت عندي، يعني بحيث برضو ان انا يعني احس بفرحة وكده. وطبعا كل سنة بيطلع حاجات جديدة. طبعا السنة دي طلع حاجات ترندي كتير جدا، بس انا بصراحة ما جبتش منهم حاجة خالص. استكفيت بالحاجات اللي عندي. هوريكم بس انا ما جبتش غير يعتبر حاجتين تلاتة. وكمان بطلت اعمل بقى يعني حاجات كتير زي الاول، عشان بصراحه بيبقى كسل شويه، ومنه برضه عشان الولاد بيشدوا كل حاجه قدامهم وكده، فبحاول ان انا اعمل ايه يعني حاجات تبقى بعيده عنهم لحد ما يعني. بصوا بقى، دي كل الفوانيس اللي عندي. انا جبت فانوس واحد اللي هو الابيض بتاع ايكيا ده جديد، واللي هو اللي جنبه اللي هو الاخضر ده ماما جايباه القاسر. هي كل سنه بتجيب له فانوس، يعني ربنا يخليها يا رب ويبارك في عمرها وتعيش وتجيب. واللي جنبه اللي هو الذهبي ده كنت وريته لكم قبل كده، برضو كانت ماما جايبه له في رمضان. طلعت بقى كل الفوانيس كده، بس الدهبي ده انا هشيله تاني لاني بخاف بصراحه يتكسر او حاجه، لان هو ازاز اصلا. فبشيله، انا بحاول ان انا احافظ عليه على قد ما اقدر. واللي هو الفرع النور اللي هو على شكل هلال ده المذهب ده برضو جايباه السنه دي جديد. وباقي الحاجات كلها قديمه موجوده عندي. حبل النور الاسود ده انا صلحته، كان عندي طبعا، وبصراحه كنت بحبه جدا الفرع ده، بس كان في سلوك او حاجه مش متظبطه ظبطناها يعني واشتغل نوره تحفه جدا، وهوريه لكم برضو بعد ما اعلقه. دي بقى كل الزينه. بصوا دي حبال الزينه يعني مش كلها هعلقها. في واحد هعلقه في البلكونه، او اتنين هعلق فرعين في البلكونه، وفي واحد هعلقه على الستاره بتاعه الصاله، وواحد اللي هو معمول يعني هو شكله مختلف عنهم، لونه ازرق كده، اللي هو ده اللي على الشمال ده هحطه في الطرقه، والباقي كله هشيله. في واحد كنت بحطه على باب الشقة، ده مش هحطه، هحط بس اللي هي صورة من الشخصيات دي. هحط تقريبا بوجي، هحطه على باب الشقة. لان في بقى عملوا قدام يعني عملوا على السلم بقى، عملوا العمارة كلها زينة. بصراحة الموضوع ده يعني بسطني جدا. كل سنة كنت ببقى ناوية اني انا اعلق، بس ما كنتش بعرف يعني، ما بلاقيش حد يعلق لي بيني وبين الجيران اللي قدامي. فما كنتش بعلق بصراحه، كنت بكنسل الموضوع، وكنت بكتفي ان انا اعلق على باب الشقه. يعني هي دي بس الحاجه الوحيده اللي كانت بتوقفني، ان انا ما بلاقيش حد يعلقها لي، فاهمين؟ بس السنه دي هم بقى لموا يعني جمعوا فلوس وعلقوا بقى في الشارع، وعلقوا في المدخل تحت واضاءات وحاجات كده. وعلقوا كمان زينه بين الشقتين، برضه هوريها لكم في اخر الفيديو. فالموضوع بصراحه مبهج جدا، ويعني روايح رمضان كلها جميله واجواءه كلها يعني بتبسط الكبار قبل الصغيرين. تمام. وطبعا يعني في ناس بتكسل، انا يعني بصوا كل الحاجات دي وانا مكسله. فالموضوع ده ما تبخلوش بيه على اولادكم خالص. انا كل مره بقول لكم الكلام ده وهفضل اقوله لكم. اعملوا اجواء في بيوتكم وفي البلكونات، يعني ما تكتفيش ان انت تعملي في البيت بس، لا اعملي كمان بره. الواحد لما يبقى ماشي في الشارع كده ويقعد يبص على البلكونات ويشوف كميه الانوار والزينه والحاجات دي، بجد بتبقى بهجه وفرحه كده مش طبيعيه. ده بالنسبه لي، واكيد في ناس كتير قوي زيي. بصوا بقى، دي الكوشنز انا طلعت 3 بس. حطيتهم على الانتريه، والكنبه السرير اللي ورا بصراحه ما حطيتش عليها. انا كنت بطلع الستة، هم تقريبا 6 أو 7 مش عارفه. كنت بطلعهم كلهم وبحطهم، ولكن السنه دي طلعت 3 بس، اكتفيت ب3. يعني الموضوع بقى ببقى بقعد اغسل واعطر وبتاع، فبقيت بكسل بصراحه. فطلعت 3 بس كده على قد المكان اللي احنا بنقعد فيه. وهعمل بقى باقي الشغل بالانوار وكده والزينه زي ما قلت لكم. شفت بقى الدات اللي عندي اللي بايظ خلاص رميته، اتخلصت من فرعين نور. واحد منهم كان طويل جدا جدا جدا. ده بصراحه رميته. يعني هي بصوا الحاجات دي يعني ضعيفه جدا، بمجرد ما حاجه فيهم بتبوظ او بتتحرق خلاص هو الفرع كله شكرا. فرميت 2. قلت بقى يعني اشوف كده الحاجات اللي ليها لازمه اخليها، والحاجات اللي ملهاش لازمه ارميها. ففعلا الاسود صلحته. انا بصراحه بحب الليد النور الاسود ده جدا. كان تقريبا اول فرع نور جبته بعد ما اتجوزت، كنت جايباه من كارفور انا وجوزي. هنا اسر كان مصمم ان هو يصور القطه دي بتاعته، فخليني صورته له وهو اتصور معاهم. ربنا يا رب يخليهولي ويحفظه ويحميه ويرزق كل مشتاق يا رب بالذريه الصالحه عاجلا غير آجلا.
بصوا ده بقى كده كان المنظر، ودي طبعا اللي هي لمبة الديسكو كنت نسيتها فوريتها لكم. وهنا دول الفانوسين اللي هم الخيامية الكبار، واحد كبير وواحد صغنن. الصغنن ده كان في واحد تاني زيه بس اديته لهم في اسماعيلية. تمام. بصوا بقى هنا كده خلاص كنت خلصت. حطيت الفانوس ده بالشكل ده على الترابيزه كده، وهنا ده عملته الحبل الزينه اللي انا قلت لكم عليه، وده الحبل الاسود اللي انا صلحته. بصراحه اضاءته انا بموت فيها، بحبها جدا. بشغلها بقى بالليل كده بعد الفطار، بعد ما بناكل ونشرب الشاي وكده بروح مشغلاها ونقعد بقى على الاضاءه دي والتلفزيون، وخلاص على كده بقى نكمل السهرة كده. وهنا حطيت الفانوس ده. طبعا في الوقت الحالي انا مش عارفة الفانوس فين، ولا الشمعة بتاعته فين، ولا حتى الغطا بتاعه. يعني في الوقت اللي انا بصور لكم فيه ده مش عارفة. هو تقريبا جوزي شاله من الولاد، لان هم بيبهدلوه بياخدوه يقعدوا يلعبوا بيه بقى وكده، فشالوا. ولكن الابيض انا كل حاجة بقى زي ما هي الحمد لله. وادي يعني الكوشنز بيشدوش كده الحاجات اهي، دي. حطيت على كل كرسي وكنبة واحدة بالشكل ده. مش عايزة اوصف لكم بقى كان احساسي ايه بعد ما خلصت بقى آه، تعليق وتنظيف والكلام ده كله. بصراحة إحساس تاني وإحساس مختلف. هو طبعا اللهم بارك أنا شقتي على طول نظيفة، ولكن برضو كل حاجة وليها طقوسها. يعني لازم الفينش بتاع فرش رمضان، فرش العيد، كل حاجة وليها اللمسة بتاعتها كده، دي بتبقى برضو مختلفة وإحساس مختلف. بصوا بقى الطرقة اهو، انا حبيت ان انا اوري لكم النور عشان برضو تشوفوا الشكل كده يبقى واضح اكتر. علقت حبل الزينة بالشكل ده كده بين يعني من دخلة الباب لغاية أوضة النوم جوه. وكمان حبل النور ده اللهم بارك كبير جدا. هو المفروض ان هو 4 لمض، بس هو يعني مدي إضاءة الاتنين، بس في واحد في سلكة تقريبا مهزوزة أو حاجة. ده بقى أنا موصلاه لغاية المطبخ، يعني ده أنا بحط فيشته في المطبخ جوه، وبيبقى واصل لغاية هنا في الصالة، وكمان لفاه على الطبق ده يعني بتاع لفتين 3 كمان. وموصلة الفيشة بتاعة الفانوس الخيامية ده موصلاها فيه، يعني بمجرد ما ده بإيد التاني كمان بينور معاه، لأن هو في فيشة ذكر وانتية زي ما بيقولوا، تقريبا هو اسمه كده يعني. فبحط الفيشة بتاعة الفانوس فيه فبينور الاتنين مع بعض. فدي بصراحة فكرة حلوة جدا يعني. لو ما عندكيش فيش كتير في البيت او في الاماكن اللي انت عامله فيها، هاتي اللي هي الانواع دي من الليدات، او الانواع دي من حبال النور. بيبقى فيها فيشه يعني فيشه بروحين من الناحيتين، واحده تتحط في الكهرباء والتانية تتحط فيها فيشه تانية. فاهمين قصدي؟ اتمنى تكونوا فاهمين قصدي. بس فدي هتسهل عليكي الموضوع كتير يعني. وهنا بقى علقت اللي هو الحبل اللي هو الهلال ده، حلو جدا، بس اضاءته ما طلعتش قويه زي ما انا كنت متخيله. بصراحه كنت متخيلها اقوى من كده، ولكن فالمختصر يعني يعني ان انت تمام مش لازم قضت تجيبي الغرض كل سنه حلوه حاجات يعني. غاليه عشان خاطر وجنبها الليد الاحمر تحسي ده برضه بفرحه بيدي رمضان ودخول يعني وكده. لا، اجواء حلوه. كل الناس بتعمل كده، بتشيل القديم اللي عندها وبتجيب عليه حاجات بسيطه مثلا كل سنه، او لو في امكانياتك ان انت تجيبي الحاجات اللي بتطلع جديده مفيش مشكله. كل سنه بيطلع حاجات بتبقى ترندي وحلوه جدا. السنه دي كان طالع حاجات تحفه. ولكن يعني اللي انا عايزه اقوله لك ان الفرحه بتاعه دخول رمضان دي ملهاش اي علاقه بالماديات ولا بالفلوس. هي احنا اللي بنعملها لنفسنا. انا قلت لكم قبل كده لو حبلين نور في البيت دول هيدوكي الاجواء وهيدوكي الفرحه وكل حاجه. بس المهم ان انت تدخلي بس الفرحه دي في وهنا بقى بيتك دي وعلى لمبة اولادك. الديسكو اهي، ساعات بشغلها كده في اي مكان بقى بنقلها زي ما انا عايزة. بحطها في الفيشة دي زي ما انتوا شايفينها كده. ممكن برضو تجيبيها من اي كهربائي وهتستخدمي اللمبة في اي مكان انت حباه، سواء بلكونة سواء شقة سواء أوضة ايا كان. وبص بقى دي البلكونه اهي، حبيت ان انا اصورها لكم. قمت والله وانا بسجل صورتها لكم. حطيت كده حبل زينه وفوقيه حبل نور تحت التكييف. وهنا عملت ده كنت عاملاه على الحيطه الفاضيه دي كلها، كان شكله حلو جدا. ولكن بصراحه الزين كل ما بيدخل بيشده مشيته كده على فبيقطعه. الحبال من بره مع حبل النور. وحبل النور طبعا لان انا بلكونتي على نصتين، فالحبل جاي ما شاء الله البلكونه من اولها لاخرها. وده كده كان شكل البلكونه. وطبعا برضو باب الشقه من بره هوريهولكم قدام. الشقه برضو علقوا زينه زي ما قلت لكم. كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل. واستنوا مني فيديو جديد. باي باي.